في الوقت الذي تلقت فيه الشرطة الفرنسية وابلا من الانتقادات على المستوى الدولي على خلفية اغتيال الشاب نائل ذو 17 سنة والاحتجاجات العارمة التي عرفتها فرنسا، والتي فسرتها الأمم المتحدة بأنها ردة فعل على العنصرية التي تغلغلت بين أفراد قوات الأمن، صمتت أسطورة المطبعين الإمارات العربية دهرا ونطقت كفرا، فبدل تضامنها مع عائلة الشاب المغدور نائل وإلقاء اللوم على عصابة الشرطة الفرنسية التي تقتل الأبرياء، قد أعربت اليوم من خلال بيان صادر عن وزارة خارجيتها عن تضامنها الكامل مع فرنسا، مؤكدة على ضرورة عودة التهدئة وخفض التصعيد واحترام قواعد ومبادئ القانون، كما شددت على ثقتها في قدرة فرنسا على تجاوز الأحداث الجارية بشتى الطرق. وأثارت الخرجة الإماراتية استياء في الأوساط الجزائرية والعربية، واصفين إياها بالدولة التي تسير دوما في الاتجاه المعاكس لمصالح الشعوب العربية، والتي لم يسمع لها من قبل صوت يتضامن مع ما يجري في اليمن وفلسطين وسوريا.